كتير مننا يعرف تمثال رحتب ونفرة الجميلة، بس محدش مننا قبل كده فكر ان هو يقرأ الكتابة الهيروغليفية اللي موجودة على الجزء الخاص برحتب على اليمين والشمال. ومحدش فكر قبل كده ان هو يقرأ نفرة ده اسمها فين بالظبط. لو احنا جينا نبص هنا في زيارتنا للمتحف المصري هنتدرب ازاي نقرا دايما الاثر واللغة اللي موجودة على الاثر عشان تساعدنا في معرفة اي قطعة اثرية. فهنلاقي هنا ان رحتب بيتقال لنا دايما ان هو ابن الملك. طب احنا عرفنا منين ان هو ابن الملك؟ لان مكتوب هنا في السطر الاول سانيسو. سانيسو بمعنى ابن الملك. وبعد كده بيقول لنا انغت اف اللي هو من جسده او من صلبه اللي اسمه رع حتب. هنعرف كل الحاجات دي، وهنعرف كمان ان هو كان مدير للجيش او قائد القوات بتاعة الجيش، وكان قائد الاعمال او رئيس الاعمال، وكان كذا وكان كذا. هنعرف كل علامة هيروغليفية وكل كلمة من الكلمات اللي موجودة في الأعمدة الهيروغليفية اللي على يمينه وشماله. هنعرف كمان اسم نفرت معناها ايه بالظبط، وان هي رخة نسوت المعروفة لدى الملك او حسيبة الملك. كل ده واكتر من الاسرار هنعرفه عن ايه الاثار اللي موجودة في المتحف المصري القديم في الكورس الخاص بالمتحف المصري المقدم من مؤسسة كامل.